أن المنتخب الوطني يصاب بهذه الكولسة؟ أكيد حسام، اليوم لما يكون أنت عندك منافس يريد الظفر بكأس إفريقيا، هدفه الأول هو ماذا؟ هو إضعاف المنتخبات التي تستطيع أن تصل إلى الدور النهائي كالجزائر وكاميرون بكل وسائل. كل واحد جزائري مستهدف مدرب مستهدف مدرب نعم. تنزانيا جزائري مستهدف. عمروش سنتحدث هربا في الوقت عليها تصريح مهم لعبد نعم. عمروش. اليوم لما نتكلموا خويا فاروق نتكلموا على لي جوار اللي عاودوها مره بالزاويه هذه وين بانت باللي في يده، ثم عاودوها من جهه وين كاين عدد كبير من اللاعبين ما تبانش. خلي الحاكم يروح يشوف التلفاز وهو يطلب الزوايا يطلب من الزوايا. شفنا الحاكم في الكورنر قاعد يقول لبلايلي او كاين كاميرا هنا او هنا وهنا ما تشدش وكدايا. انا مش بلا فار في افريك لا فار في افريك ما لا تجو كليون. ممكن قاسي بالنظر الى كل ما عشناه خاصه في الاشهر الاخيره، الكولسه ضد الجزائر ربما بلغت الذروه. ابعادنا من تنظيم كأس إفريقيا للأمم في النسختين المقبلتين رغم أننا نستحق ذلك، فيما بعد إبعاد رياض محرز من جوائز الكاف وكذلك فريق اتحاد العاصمة. هل الآن نتوقع أن المنتخب الوطني يصاب بهذه الكولسة؟ أكيد حسام، اليوم لما يكون أنت عندك منافس يريد الظفر بكأس إفريقيا، هدفه الأول هو ماذا؟ هو إضعاف المنتخبات التي تستطيع أن تصل إلى الدور النهائي كالجزائر وكاميرون بكل وسائل. كل واحد جزائري مستهدف مدرب مدرب نعم. تنزانيا جزائري مستهدف. عمروش سنتحدث ربما في الوقت عليها. تصريح مهم لعبد نعم. عمروش. اليوم لما نتكلموا خويا فاروق نتكلموا على لي جوار اللي داو جون تاعنا. بن سبعيني ديفيسيل دو رومبلاسي، بن ناصر ديفيسيل دو رومبلاسي، عطال بن طالب، سي دي جوار فيزي. لما تشوف انت الخطا تاع بن سبعيني قاسم كره براسو والو ديال ما كشكوت علاش تعطي له صفراء؟ لاعبين مستهدفين، لاعبين مهمين صعب استبدالهم في التشكيله الاساسيه. ربما تحدثنا منذ قليل عن العمل الذي ينتظر المدرب، ايضا الفيدراليه ينتظر عمل كبير خاصه في هذه الايام. انا قلتها قبل الكان، قلت له يا وليد صادي الامكانيات وتوفير الفندق الحمد لله، الله يكثر خير الدوله الجزائريه والله يكثر خير الحاج روروه اللي عمل ودار، نحبوا ننكروا، دار اسس نجاح لتوفير الامكانيات الكبيره. دوك ما تقوليش الجزائر ما تقدرش دير اوتيل وحدها وما تقدرش ديبلاسي سيدي موسى، لا هادوما ماشي نقولوش بلا مزيه، مي لازم ديرهم هادو كاين امكانيات. انا نقول للناس اللي كانت تقول فاروق اسمع لي خليني نهضر مليح ومن بعد انا بالي واش راك تهضر. انا نقول للناس اللي كانت تقول حنا ما نتحقروش كي نوليو الاربيتراج ما يحقرناش، راني نقول للناس اللي كانت تقول حنا كي نوليو ندخلوا ليكزيكيتيف تاع الكاف، حنا كي نوليو القجع يتقردف وما يقدرش يخدم، يلا ولوا لنا حلت يديكم دوكا، لان الجزائر والمنتخب الجزائري مستهدف. لا أطلب منكم أن تشاطروني الرأي ولكن هذه حقيقة. وما يدعم كلامك ربما تصريح عبد عمروش مدرب منتخب تنزانيا، قال الجامعة المغربية تعمل على أن يكون كل شيء في صالح المنتخب المغربي، توقيت التدريبات اللقاء. شاهدنا المنتخب المغربي الفريق الوحيد ربما الذي تدرب فوق أرضية الملعب الذي سيحتضن اللقاء. شوف، يجب على كل المنتخبات يكون عندهم حق تدرب في ساعة اللقاء، في توقيت مباراة قبل بداية المنافسة. عندك اشونسيغال في الفريقين يتدربوا واحد بعد الآخر، عندك ساعة ونصف تتدرب، تختار ساعة يديروا القرعة بين شكون. لا أعتقد لعب مباراة تدريبية، لعب مباراة تحضيرية فوق أرضية الملعب الذي سيحتضن مبارياته في الكان. نعم هذه سابقة. نعم. زيد شوف احنا باش نقولوا باللي الكاف الجزائر عاود سحبت ترشيحات تاعها، ما نساوش باللي كل هذه الامور واش صرا اخيرا اتحاد العاصمة محرز، كل هذه الامور الكاف راح تحاول ان يعني تبعد الجزائر باش ما تكونش الجزائر في الواجهه هذه. انا نشوفوا فيه البارح احنا نعرفوا التحكيم، لعبنا كرة القدم، نعرفوا حاكم كي يكون كيما يقول لك عنده هذيك الانحياز وعنده هذيك الحيله في التحكيم، لان لو كان ما عندوش الحيله في التحكيم
ما يكونش عارف باللي رقم 2 عنده كارت اصفر، يروح مباشره يجبد ومن بعد يرد. لا كان عارف خلاها تمشي، لان هذيك لقطه فيها خطوره، لو مشى محرز راح تكون خطوره. لازم بطاقه صفراء وما عطاهاش، عطى للمس اللاعب، ما شدوش كثير، شدوا عاود تلقوا 60 متر بعيد على المرمى، عطاله صفراء. بن سبعيني حاكم اخر ما فيش مخالفه، طلع في الهواء وضرب ومع لي لونقاس اللاعب، دا الكره ما لمسش اللاعب. اثر على نتيجه اللقاء، اثر على اللاعبين اولا، اثر على اللاعبين لان لاعب وسط ميدان دفاعي من طالب تعطي له صفراء يولي يخاف. بن ناصر تعطي له صفراء يولي ما يقدرش، عنده لونجاجمون مام انجاجمون اللي كان عنده. عطال تعطي له صفراء يخاف يخلي زملائه ب10. الان كيف يمكن ان نحمي المنتخب الان؟ المنتخب لازم كما قال لك في تحدي كبير، كما قال لك مؤمن، قال لك لازم نحتجوا، يعني لازم نخلوها هكذا، لان نوقفوا نروحوا للموتان تاع لي زانستونس كما درنا في 2019. كنا حاضرين في الزمالك، وانت الزمالك حاضرين اش 24، وما يروحش هذا يروح هذا يروح زد شي يروح باش توقف توري له بلي راني هنا ما تخدمنيش. انا كيغير لي الحكم في الدومي فينال ليس لزرق اعين الجزائريين، لاننا احتجينا وقلنا دبروا راسكم. هذا 40,000 متفرج اللي جا في النصف النهائي، شوفوا كيفاش تردوهم للجزائر وكنت تظلمونا. شوف العمل كيفاش يكون فيه حلول كما قال لك حسين، فيه ضغوطات تقدر ديرها، ماشي لازم تكون باسكو هما علاش ما عندهمش لامبيونيتي، عندهم دوك لي لارجاس يا اخي هكذا. وزيد على ذلك اليوم عندك دوره. هل تعلم عدد الصحفيين المتواجدون في كوت ديفوار؟ اكثر على ما اظن من يعني 5000 صحفي متواجد في كوت ديفوار. كل جنسيات اليوم كل جنسيات حتى من اوروبا مشاو. يعني اليوم لما تشوف مثلا خاصه يعني شكون اللي يتبع كثير الكاس افريقيا هما القنوات الفرنسيه. اليوم هذا يعني ساسران سكوندال. اليوم جاتك فرصه هذه لما تكلم لي على الدبلوماسيه الرياضيه لازم تكون محنك. لما تقول لي انا عندي تجربه، هذه هي التجربه. عندك الصحافه امامك، وعندك يعني اليوم هذا الكان راهي تلعب يعني كما نقولوا احنا سي لو مونديال افريكان. اليوم هذا الكان هي فرصتنا باش تحتج وتزيد تبين ان الجزائر هنا تبين للعالم ان هذا الكاس راهي منحازه. ولكن زين عامر لما تكون ضعيف، لما تكون ضعيف ماشي ضعيف، ما عندكش تمثيل في المكتب التنفيذي. لا ما تحقش المكتب التنفيذي في 2019 بحنا كنا ولكن القرار سلطه القرار زادشي كان هذاك وين جا. خلينا يا ما تزيدش سلطه القرار، خلينا بسلطه القرار، حتى سلطه القرار في الكاف. شوف في الكاف لازم تفضحها، ما لازمش تخافها، لازم تفضحها. انا اليوم عادل عمروش نتحيله لانه علاش فضح القجع، فضح القجع امام. شوف لما فضحوا ولات الصحافه العالميه تمشي اليه تتحدث. اليوم كل الصحف الفرنسيه والصحف يعني اللي تتبع الكام بانتظام تتكلم على هذا المشكل. اليوم انت يعني تحقر تسكت. ياك كانوا يقولوا بلي احنا نعرفوا يبينوا لنا كما قال لك حلت يديكم. لا اليوم ما تقولش واش تعرف. سامح لي نكمل، ما تقوليش واش تعرف. انني نعطيك اون استوس كيفاه تبين. روح اتكلم على الحكم بالماضي عيا يتكلم خلاص. المدرب هذا شحال يقعد يتكلم. تفضل قال لك بالماضي خلاوها وحده كي كان يهدر. ما كان يهدر بالماضي هنا في البلاطو طايحين لا انت تهدر على لي زربيت، لا لي زربيت ملاح. برك يفو نقولوا اسمع لي خلينا نهضروا. تفضل فاروق. والله غير تهدر. لا والله غير تهدر. نقطه لا من بعد نعمل بيبليسيتي ولا اكثر من ذلك حتى لا تذهب الفكره فاروق. والله غير ما نهدر. لا في نفس السياق فاروق، معليش انا قلت لك اكثر من ذلك هناك من كان يقول سبب تحامل التحكيم راجع لكونتيستاسيون الاحتجاجات بالماضي. أيعقل هذا؟ أيعقل ما جرى لنا في زامبيا؟ أيعقل البطاقة الصفراء اللي دار بن سبعيني في الماتش هذه؟ أيعقل واش صرا فينا في بليده؟ أي صرف؟ مباراة الكاميرون تعد الذروة. هذه واش لما سي دون سي زين فقط بالقايد زعنا له الكلمة.
والله تفضل. غير تهضروا انا نهضر. لا هذه هي اللي حبيت نقول لك. هذا هو تحدث هذه النقطة تاع التحكيم على جمال بالماضي. وصل كلام دورك. وحده. انا قلت حبيت نهضر سكتني قلت لي خلاص لا وصل لا انا ما دورك. نحبش نسكت واحد. لك كل لا لا الوقت. لا لا هضر والله فاروق. غير تهضر حسين. فاروق لك كل الوقت. لا احتراماتنا لك كل معليش الوقت. معليش انا كي كنت تفضل. انا كي كنت حاب نهضر انا نخلي بصح باش واحد يحبسني وانا كي نحب نهضر يحبسني. لا انت قلت انه الناخب تكلم الوطني حسين والله معليش ترك وحيدا. حسام سيل تو بلي اهدر حسين مور الاخر شوف انا حبيت نزيد حاجه برك. نعطيك مثال بسيط. مقبل شفنا اللقاء، لو كان ما احتجوش اللاعبين تاع بوركينا فاسو ما تكونش ما خلاوش الحاكم، صح. مشاو موراه جراو مور الحاكم، لاعب بدا يقول له شوف الفار، لو كان ما الحاكم كان متاكد من اللي ماشي ضربه جزاء. حنا كي تكون لقطه لازم اللاعبين يمشوا للحاكم يطالبوا بحقهم، هذا حق يعني بكل احترام. قال روح شوف الفار، اطلب باش تشوف، لان اللقطه تاع سليماني لقطه لاعب دار يده لا في يده، عاود شوف الفار. حنا عطاوهم ضربه جزاء بالفار، عاود راح وشاف باللي ضربه جزاء. كذلك المنتخب الجزائري لازم يروح يشوف، لازم لاعبين ثانيين يلعبوا الدور تاعهم فوق الميدان باحترام باش ما يمشي يدي كارطون، ما يروحش يدفع الحكم، ولكن لا لازم مجموعه من اللاعبين. دوك حنا تكلمنا على الحكام، ولكن ايضا هذا الفريق اليوم كاين امور لازم نعاودوا نسقموهم، لان عندنا شوف انا مقبل كنا نتكلموا في بدايه الحصه، بالك انا ما تكلمتش على هذه النقطه اليوم. شوف لا ما تكلمتش على هذه النقطه. بوركينا فاسو شفنا اليوم يعني المقابله ضد موريتانيا ولو هي المباراه الاولى، ولكن كما قلت قبيل حسين سي با يعني فرق ولا منتخبات اللي عندها يعني هذاك المستوى اللي يخوف. اليوم شكون اللي يخوف؟ هو المنتخب الوطني. لما يكون في يومه ما كاش منتخب يقدر يحبسه. كيفاش يكون في يومه؟ لازم يكون اللاعب المناسب في المكان المناسب. وهو كذلك سنذهب إلى فاصل إشاري، وطبعا بعد الفاصل نتابع كلمة فاروق بالقايد اللي ربما زاف علينا اليوم. لا بعد الفاصل نواصل بين طبعا حب كرة القدم وطبعا وهو كذلك فاروق بالقايد. وعدنا بعد الفاصل أنك تتحدث، لك كل الوقت فاروق، ستتحدث ولا حد لديه الوقت لكي يوقفك. لا اعطيني الوقت. الناخب الوطني جمال بالماضي قلت أنه ترك لوحده لما تحدث عن التحكيم، تفضل كيف ذلك؟ انا كنت متابع، انا كنت نشوف لي بلاطو الناس كاع طايحه على بالماضي، واليوم يتكلموا يقول لك علاش رانا محقورين وكذا. بيان سور الناس راه يتبع كي يشوف كي نهضروا بالك ما نقولوش الجزائريين، مي كي يشوفوا الناس طايحه على الفريق الوطني بيان سور غادوك تعطي لهم تعطي لهم السلاح، تعطي لهم الناس باش. واليوم نقولوا علاش هذا الرئيس مام الرئيس هذا دوك لو فات اللي جاونا رئيس باش يدافع على الفريق الوطني وعلى نقولوا الكره الجزائريه، مي او نيفو انترناسيونال على الفرق الجزائريه اللي بارتيسيبو لي كومبيتيسيون افريكان. اليوم نقول كيما قال مؤمن باللي اليوم اللي لازم نلقاو هادو، ولا هو انا ما سمعتش الديكلاراسيون قال لك مؤمن كانوا يقولوا الناس باللي كي نجوا حنا خلاص هذه الحقره وكذا، مي توجور انا نشوفوا مازال هادو مال الحقره. والحقناوي المدرب جزائري وبريزيدون فيدراسيون الى اتاكي باللي لازم على اساس الجزائر مهدوف مستهدفه سو بوان. لازم هنا نكونوا اليد في اليد ونهضروا نلحقوا الميساج بار كاع كيما رانا حنا ولا دوطخ شان ولا والدوله الجزائريه كي لا فيدراسيون لازم تلحق وتضرب يد بالحديد باش يعطونا حقنا حنايا. سيرت في الفوتبول هذا ماهوش تقدر يكونوا غلطات من التحكيم ولا مي ريبيتيسيون نحسوا باللي راهو الظلم. ان شاء الله نتمناو هذه الناس فاروق ربما عدم وجودنا في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم هذه ما راش غير الجيري منذ مدة جعلنا ربما مستهدفين بطريقة مباشرة من طرف معين. يعني هناك لوبي داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي يقوده رئيس الجامعة المغربيه لكرة القدم فوزي رقجع. مي دوكا كاين ناس راهي منا تلحق الاخبارات لاكاف. انا نقول هادو ربي يهديهم. حنا ليسونسيال الفريق الوطني هذا تاعنا كاع واحد ما ديالو وحده، ولازم نديروا كل واحد اللي يقدر يعاون بحاجه يعاون. حنا نشوفوا الفريق هذايا المقابله هذه اللي نقولوا دو ميشاك اللاعبين ولا كاع الناس الطاقم اللي راهم تماك بالك راهم متاثرين ما بالتحكيم وبالنتيجه. اليوم لازم نكونوا كاع يد واحده اون بوس هذا
الفارق هذايا باش يخرج من هذه كما يقول لك العثره ومام طون هذا واش راهو صاري لاكاف. حنا لاكاف هذه ماذا بيا باذن ما نسحقوهاش. حنا التيران يهدر كنا ندو ما كانوا ما جامي احنا ما عندناش حنا هذه جامي كان عندنا في لاكاف دينا كما قال لك زي في 2019 دينا في 90 لي كلوب تاعنا كانوا يدوا لي كوب دافريك السطيف وكذا. تسمى حنا نقعدوا سودي بوكو بلوس نقعدوا سودي في لي مومون هذوما وان شاء الله يد وحده هكذايا باش نوليو واش كان يقول بالماضي الناس كانت تضحك عليه. حنا دوك الفو با مالا نهضروا الاربيطراج راهو انا نشوفوه في لي كلوب راهو كاتاستروفيك والناس راهي ضدنا. وقلت الجمعيه اللي راهي بوكو بلوس اللي عندها يدها في لاكاف هاي لحقت وين حبت تنادي باش تنحي مدرب باسكو جزائري. كان قالها مدرب بالك ايترونجي نوتر بيي جو بونس با يفاوزي باش يقول لهم هذا المدرب باسكو استان الجيريا. هنا لازم حنا دوكا لازم دوك يمدونا ادم راح يمدونا بالك واحد لا فورس واحده اخرى بوغ لي بروشان جور ان شاء الله. حسين اشيو الرد ربما ماذا استفادت؟ اسمح لي تفضل مومن. انت بصبح تطرح سؤال على البيرو اكزيكيوتيف. ماذا استفاد الشماوي؟ ليبيا ماذا استفادت من الشماوي في عضو الاكزيكيتيف تاع الفاكاف؟ ماذا استفاد وديع الجاري الى يومنا هذا مع تونس؟ ماذا استفاد؟ هل استفادت تونس من الدعم تاع الوحيد الذي يستفيد؟ الوحيد الذي يستفيد معروف بلوبي قوي جدا. لا ولكن نحن حالة خاصة.